الطرفين وفي مقدمتهم كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو. للمزيد حول اليورو ينضم إلينا من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمدو. أهلا وسهلا بك معنا أيضا اليوم باسل. بدأ الجد هلأ فينا نقول والحماس والأدوار المهمة، ولكن قبل ما نبدأ بالحديث باسل، سمعنا أنه في كتير ضجة ومكافحة فساد لموضوع التذاكر تحديدا وشراء التذاكر، وفي على ما يبدو أمور من تحت الطاولة. خبرنا ما لديك حول هالموضوع. نعم، لبنى كشف تحقيق استقصائي أجرته مؤسسة الصحافة الاستقصائية الألمانية كوركتيف على أنه اللجنة المنظمة للبطولة منحت المدن المنظمة لهذه المباريات منحت كبار الشخصيات ومنها عناصر أمنية وقوات في الشرطة وشخصيات سياسية بطاقات بعضها مجاني وبعضها بأسعار عادية قبل أن يتم توزيعها إلى جماهير بشكل سري وغير معلن، وهو ما يعطي بحسب النقاد ومكاتب مكافحة الفساد في الحكومات هنا في حكومة الولايات يعطي ميزة لهؤلاء الشخصيات، وهو بعضها أيضا من أصحاب النفوذ والمؤثرين على تنظيم البطولة. طبعا 3 ولايات رفضت هذا العرض السري، هي ولاية هامبورغ وفرانكفورت ولايبزيغ، لكن بقية الولايات منها من قبل على سبيل المثال مثل ميونخ ومثل برلين. واليوم أيضا تحدثت صحيفة بيل بأنه حصلت أيضا ولاية برلين على 700 بطاقة مجانية للسياسيين، وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية، لأنه الكثير عدد كبير من الجماهير لم تتمكن من الحصول على البطاقات، والأهم من ذلك بأن هذا الأمر تم بشكل سري وغير معلن. وإعلانه جاء يعني كبر مثل ما بيقولوا من أزمته. على ما يبدو ليس هذا الإخفاق الوحيد باسل، كما شهدنا الأحداث العنصرية هي دائما بعالم كرة القدم، ولكن بأحداث مهمة كهذه مثل ما شفنا بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيق بتصرفات اللاعب التركي ديميرال، وحتى قالت وزيرة الداخلية الألمانية لا مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملعبنا وغيره. وصار واضح ازدواجية المعايير باليويفا بحالات كهذه وتعاطيهم معها كحركة بيلينغهام مثلا. ما الحديث المتداول من حولك باسل عن هالموضوع بالتحديد؟ يعني كان هناك انتقادات من بعض وسائل الإعلام، لكن الانتقادات جاءت أكبر من الجماهير التركية هنا في ألمانيا بأنه الاتحاد الأوروبي تعامل بازدواجية. لكن الأهم كان هناك تفسير من الاتحاد الأوروبي لبعض وسائل الإعلام عن هذه الحادثة. قال الاتحاد الأوروبي بأنه تصرف ديميرال كان مثل تصرف لاعب في المنتخب الألباني، هو إشارة، يعني هو قام بتأدية إشارة سياسية وليس كما حصل مع موضوع بيلينغهام اللي هو إشارة عادية عن سلوك غير لائق. لذلك كان هناك عقوبة مالية في حالة بيلينغهام وعقوبة لحرمان مباراتين في حالة اللاعب الألباني وحالة المنتخب التركي. لكن الأهم من ذلك بكثير، قبل ساعة من الآن أعلنت الشرطة في برلين عن تصنيف مباراة تركيا وهولندا بأنها مباراة عالية الخطورة بعد دعوات قامت بها جماهير الألتراس الخاص بالمنتخب التركي، دعوة لكل الجماهير التركية في مباراة الغد لتأدية هذه التحية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع لذلك أن تحدث حالات شغب، لأن اللجنة الأمنية في البطولة لن تسمح بذلك، وأيضا الشرطة لن تسمح بذلك خارج الملاعب، لأنه هذا الأمر خارج الملاعب سيكون له عواقب جنائية، ويجب فعلا الحد منها قدر المستطاع وإدراك التصرف قبل ما تأثر التأثير الأهم اللي رح نحكي عنه، وهو المواجهات بداية من ألمانيا وإسبانيا. نهائي مبكر وحكينا عنه هيك من أيام. ألمانيا صاحبة أكثر أهداف البطولة وصاحبة الأرض والجمهور، مقابل إسبانيا الأكثر إقناعا من ناحية اللاعب واللاعبين وكله. رأيك باسل بالمواجهة؟ يعني أعتقد بأنه حديث بالأمس ناغليزمان عن أنه لم يستقر على التشكيلة هو أكبر دليل على مدى صعوبة هذه المباراة. بالأمس عندما سئل ناغليزمان عن التشكيلة قال لدي علامتين استفهام لم أستطيع حتى الآن الإجابة عليها. تكهنت وسائل الإعلام بأنه العلامتين الاستفهام هي مشاركة تاه بدلا من شلوتربيك ومشاركة ساني بدلا من فيرتس، وهو بالفعل ما يبدو سيحدث، لأنه قبل ساعة من الآن وصلت بعض التسريبات الإعلامية عن تشكيلة المنتخب الألماني المحتملة، تواجد فيها ساني وتواجد فيها أيضا جوناثان تاه. طبعا
عندما سئل عن كيفية يعني إيقاف المنتخب الإسباني، سئل طبعا لوثر ماتيوس ونصح أيضا ناغليزمان بهذه الطريقة. قال يجب على ناغليزمان أن يعتمد على كيميش في إيقاف ويليام وعلى غاوم في إيقاف يامال، لكن المعضلة الحقيقية هي من خط العمق، لأنه صراحة رودري هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، لذلك سيعاني المنتخب الألماني من المتوقع في هذه الأمسية. لكن ماذا عن اللاعبين الألمان؟ قال بأنه جمال موزيالا هو لاعب انضج من يامال وانضج من ويليامز، لذلك يراهن على خبره لاعبي المنتخب الالماني في فوز في هذه المباراه. هذا ما سنشهده الليله فعلا. طيب الان للبرتغال وفرنسا، وهون بقى التكهن صعب بأداء المنتخبين الباهت، الأداء غير المقنع. هل ستكون اعتمادا على التاريخ بين المنتخبين؟ إذا بدنا نحكي تاريخيا كان بصف منتخب الديوك، أم رونالدو سينتفض بعد مشاعر الحزن بآخر مواجهة، أم سنشهد إعادة لنهائي نسخة 2016؟ ما السيناريو الأقرب لمواجهة اليوم وتوقعاتك أيضا باسل؟ يعني طبعا ذلك يعتمد صراحة على تشكيلة المنتخب الفرنسي وتحديدا على القوة الهجومية. بعض التسريبات الإعلامية تقول اليوم بأنه سيعتمد على ربما غريزمان مكان رابيو لإعطاء مد هجومي كبير جدا بمساندة ديمبلي وتورام، والبعض الآخر قال لا، سيشارك ربما اللاعب كامافينجا بدلا من رابيو، وسيتم منح غريزمان أفضلية لمساندة المهاجمين، ربما يتم أيضا مشاركة مواني بدلا من تورام. هذه التشكيلتين المختلفتين هي سلاح ذو حدين. إذا تمكن المنتخب الفرنسي بالفعل من الاستفادة هجوميا من هذه الأسماء ستفوز فرنسا بكل تأكيد، لأنه صراحة المنتخب البرتغالي منتخب عقيم هجوميا حتى هذه اللحظة، وهو معترف به مارتينيز تحديدا. رح يزعلوا منك باسل محبين مبابي ومنتظرين المنتخب الفرنسي لو وجود مبابي، ولو انه مبابي لم يؤدي يعني بالشكل المطلوب والمتوقع، بس كل الانظار تتجه اليوم الى مشاركة كريستيانو رونالدو مع مبابي اللي كان بيشوفه قدوة والآن يعني يلعب ضده. فشو الحديث بخصوص هاللاعبين تحديدا اليوم بعيدا عن مشاركة ما ذكرتم؟ يعني صراحة لبنى الحديث الآن على أنه يعني الصحافة الألمانية قالت نجمتين تتألقان في سماء هامبورغ، لكن أكيد الإعلاميين هنا وحتى الجماهير يعتقدون بأنه مبابي وحتى كريستيانو رونالدو سيكونوا خارج الفورمة لأنه لم يؤدوا خلال المباريات السابقة، لذلك هم خارج حسابات صراحة سواء المنتخب الفرنسي وسواء المنتخب البرتغالي. لكن من يدري، ربما العاطفة ربما الحماس هو من سيحكم في هذه الليلة، وربما نشاهد أيضا مبابي وكريستيانو بوضع مختلف، لو أنه أنا لا أعتقد ذلك صراحة. فعلا الكل لا يعتقد، ولكن دائما مفاجآت كرة القدم باسل هي اللي بتحطنا قدام هيك مواجهات، ونعتقد أنه سيكون هناك انتفاضة مختلفة لدون أو لامبابي على الطرف الآخر والمنتخب الفرنسي. شكرا جزيلا لتواجدك معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمدو. الآن مشاهدينا فاصل قصير وبعده تتابعون نشرة اقتصادية مع خالد، ثم اللقاء يتجدد على